السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي وأصدقاء قناة البروفيسور الفوت فيديو جديد اللي غنديرو فيه مباراة افتراضية اللي غتلعب كمبيوتر اي في الفيفا 2026 ما بين المنتخب المغربي والمنتخب اسكتلندي. مباراة اللي غتلعب بوحدها وحنا غنكونوا فقط متفرجين، حنا غنكونوا كمدربين فقط في هذه المباراة هذه. غنخليو نفس التشكيلة اللي يلعب بها وهبي. غادي ندوزو دابا للتاكتيك والنهج اللي غادي نلعبوا به في هذه المباراة هذه. غادي نلعبوا بالخطة ديال 4-2-3-1 ستيل ديال كونستركسيون. غيكون داكشي ايكيليبري ما بين لي باس غابيد والكونتر. بالنسبه للبريسينغ غيكون هو غنديرو بريسينغ عالي بزاف. بالنسبه للاعب غنعطيهم الادوار ديالهم. السيباري اللي غيكون كفوناف اللي غيلعب في هذه المناطق هذه. وناحي اللي غيدير الكونستريكسيون في جميع مناطق الوسط، وسط الميدان. ابراهيم اللي غادي يبقى يدخل العمق ويدير الزياده العدديه. والناحية العناوي اللي غيكون كيدير الزياده العدديه وسط الميدان. نصير مزراوي غادي تفيكس اللور، وحكيمي غيكون كبيستون كظاهر هجومي اللي غادي يلعبنا في الرواق. دونك هذه هي التشكيله باش غادي ندخلوا ونبداو المقابله ديالنا. يا لها من مباراة مرتقبة، أجواء صاخبة. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الطقس في منتهى الجمال ولا توجد أي مشاكل، كل شيء رائع من أجل قضاء أمسية في منتهى المتعة. أنا فارس عوض وسعيد بالتواجد معكم لتغطية هذا اللقاء. والطموحات عالية في هذه المواجهة، المغرب ضد اسكتلندا. الكل يتطلع لهذه المواجهة. أتمنى بأن تكون الإثارة والندية حاضرة حتى نستمتع بهذه المباراة. انطلاقة هجومية شاهدة من جانب ماجين. فرصة هدف محقق، مستحيل هدف مبكر هنا، والكرة في المرمى واحتفالات كبيرة. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري. ونشوف الآن مسافة قريبة من المرمى، فرصة لا يمكن إهدارها بالتأكيد، استغلال رائع وهدف جميل في هذه اللحظات. والآن تغيرت النتيجة إلى 1-0. ديوب، أشرف حكيمي، إبراهيم دياز. الخطورة قد تكون في كرة عرضية. ماجين، توغل هجومي من جانب المنتخب الاسكتلندي. تدخل ممتاز ينهي الفرصة الخطيرة. الله على هذه التمريرة، الكرة الآن خطيرة جدا للتعادل. يا رب، أي سيناريو، هدف التعادل يأتي، يا للرد الذي لم يتأخر. نشوف الهدف مرة أخرى ونشاهد التسديدة في الزاوية المغلقة. أكيد كان ممكن التصدي لهذه الكرة، وأكيد كان هناك إحباط بسبب هذا الهدف. والنتيجة تصبح الآن هي التعادل 1-1. ماجين، غياب التغطية هنا على الجراح، انطلاقة واضحة. رغم صعوبة الموقف نجاح في إيقاف الكرة العرضية. إبراهيم دياز، الكل في انتظار كرة عرضية. يفكر في كل الحلول المتاحة، لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. روبرتسون، كريستي، ماجين. حلوة الكرة البينية.
اعتراض الكرة في مكان حرج. إبراهيم دياز، عملية التراجع للخلف كثيرا قد تكلفهم الكثير. أشرف حكيمي. حكيمي انطلقت التسديدة، الله على التصدي، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة، إمكانية كبيرة هنا، كرة هدف في هذه اللقطة، مستحيل، الكرة في المرمى، يا للعزيمة، كل شيء ممكن أن يأتي بالإصرار، تتبدل هذه النتيجة وهدف يأتي بالتقدم الآن. نتابع الهدف الآن، شوف الكرة اللي يلعبها الفريق، شوف الضغط، شوف الأسلوب الرائع، عمل مميز وتكتيك نتج عنه هذا الهدف. ولن أصبحت نتيجة المباراة 2-1. فيرجسون، روبرتسون، قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. الله على التمريرة، ولنا مع إبراهيم دياز، تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد، ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي. الله الله على هذه الكرة، عرضية جاءت القائم القريب لكنها بتروح مباشرة إلى يدي حارس المرمى واللي ينجح في الإمساك بها. ضغط جيد واستعادة للكرة في مناطق متقدمة. وصول الدعم مشاهدينا ويمكن الاعتماد عليه، فرصة لتعديل النتيجة والتصدي وما زال اللعب متواصل. الحارس يتألق ويبعدها. توغل هجومي من جانب المنتخب الاسكتلندي. ممكن أن نشاهد الفرصة، عرضية تخرج إلى ضربة مرمى. نشاهد اللقطة التي جاء منها الهدف مرة أخرى. إبراهيم دياز، تنقل الكرة بكل هدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. إبراهيم دياز، انتهى الهجوم للا شيء بعد انقطاع الكرة. إبراهيم دياز، ماذا سيفعل الآن؟ المغرب يسجل من جديد ويوسع الفارق. الله على هذا الأداء وهذه الفرحة. أصبحت النتيجة الآن 3-1. كريستي، فيرجسون، جرانت هانلي،
ماكتوميني. بناء هجومي من جانب المنتخب الاسكتلندي في هذه اللحظات. فيها خيارات داخل المنطقة. الآن ركلة ركنية. تلعب الركنية داخل منطقة الجزاء. ابعاد هنا لم يكن بالشكل المطلوب. يقطع الكرة في مكان خطير. بتضيع الكرة، فيها خطورة، أصبحت أمام المرمى. مستحيل اللقطة، الشباك تتحرك. هذه كرة أسطورية، هدف استثنائي، تسديدة خرافية، لوحة سينمائية، هدف خيالي. الله على هذه الكرة. إبراهيم دياز، أشرف حكيمي. ثقة كبيرة في التمرير أمام المنطقة ومحاولة من أجل توسيع الفارق. انتهت الهجمة مبكرا قبل أن يشكل أي تهديد. هيكي، فيربسون، مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. والتسديدة، تصدي قوي. مزراوي، محاولة من جانب الفريق الفائز لكسب الثقة من خلال هذه التمريرات الكثيرة وسط ملعبه. أيضا يحاول جر لاعبي الفريق الخصم من أماكنه وإيجاد بعض الثغرات. فيربسون، إذن الصافرة تعلن نهاية شوط المباراة الأول. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. أداء فردي غير عادي، كل شيء شاهدناه في شوط واحد فقط. ماذا سيحدث في الشوط الثاني إذن؟ تمكن من الظهور بشكل رائع ونجح في زيارة الشباك في مناسبتين. أكيد يضع عينه على الهاتريك في الشوط الثاني. نتواصل مع إثارة كرة القدم مشاهدينا في شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات. الله على التمريرة. ماكينا، كريستي، جرانت هانلي، فيربسون. كرة بتروح من جانب اسكتلندا. بناء ممتاز للهجمة مع الاستمرار في التقدم نحو الأمام. محاولة والتمريرة وفرصة هدف في هذه اللحظات. تدخل ممتاز هنا ويعترض الكرة. حكيمي، افتكاك نظيف داخل المنطقة. صارت مقطوعة، مرتدة بحاجة إلى سرعة ودقة كبيرة. تركيز وثبات هنا في البناء الهجومي للفريق. التطمت الكرة وخرجت إلى ضربة زاوية.
اختار بأن يمررها إلى زميله. رمي التماس. كريستي، تمريرة تأتي هنا. فيربسون، روبرتسون، فيرغسون، كرة خطيرة جدا. يجب استغلال هذه الكرة. تصدي اللقطة هنا، لكن اللعب في الملعب. الدعم الهجومي يأتي في هذه اللحظات. ماجين، تدخل ناجح لاستعادة الكرة. حكيمي، إبراهيم دياز، مميزة هذه العرضية. لا يملك الكثير من الوقت. خيار كثيرة في الكرة. مرتدة، بينية غير عادية. الآن ممكن أن تكون خطيرة. يتمكن من استعادة الكرة. مساحة كبيرة هنا على طرف الملعب. تألق كبير من حارس المرمى. آدمز، جرانت هانلي، فيربسون، ماكينا. ضغط كبير ينجح مشاهدينا، وهذا يتسبب في ابعاد الكرة الى خارج الملعب ورمي التماس. كان في بصمة واضحة في الملعب، ولا شك بأن التبديل يأتي بعد جهد كبير. تمريرة وفرصة خطيرة. أشرف حكيمي، فرصة هنا، هل تستغل؟ فرصة ذهبية لقتل المباراة مبكرا لكن بتضيع. كان ممكن يريح الأعصاب لو سجل هذه الكرة. كان بالإمكان أن يصبح الفارق هدفين الآن. هيكي، ماكتوميني، هدوء كبير في بناء الهجمة بالرغم من تأخر الفريق في النتيجة.
يحدث تغيير في السيطرة. الله على هذه التمريرة. كريستي هيكي، توغل هجومي من جانب المنتخب الاسكتلندي. ممكن هدف، لكن حارس المرمى لا يجد صعوبة في التصدي لهذه الكرة. يا لها من كرة رائعة. هنا يجب ارسال كرة عرضية. بلوك ممتاز. الله على اللقطة. تلعب الركنية داخل منطقة الجزاء، والكرة مستمرة في مناطق الخطر. تسديدة قوية على المرمى لكن راحت بعيدة لأن لم يضع فيها أي تركيز. سدد بدون تصويب. في اللقطة الماضية خرجت بدون خطورة. ممكن أن نشاهد فرصة الآن. ممتاز الدفاع هنا في استعادة الكرة وإيقاف الهجوم. ماكينا جرى في الشوط الثاني من اللقاء على النهاية، والنتيجة الآن تقدم لمصلحة المستضيف. يجب الحفاظ على هذه النتيجة حتى الصافرة. لم يتبقى الكثير من الوقت، وعلى الدفاع الانتباه في كل لعبة. إذا استقبل الفريق هدفا في هذه اللحظات ستكون الأمور صعبة جدا. الفوز يجب أن يحفز الجميع لتقديم كل ما لديهم. جرانت هانلي، والآن الكرة مع اسكتلندا. مباراة متقاربة جدا في الدقائق الأخيرة. 5 دقائق متبقية، هدف واحد بين الفريقين. سفيان مرابط. إمكانية كبيرة هنا. أداء دفاعي مميز لا يترك مجالا للهجوم. الزوار يفرضون الرتم والأسلوب ويتحكمون في المباراة في آخر 15 دقيقة، يشكلون تهديد كبير على المرمى. أتيحت العديد من الفرص. الضغط بالتأكيد في الدقائق الأخيرة ربما ما يمنع الفريق عن تسجيل هدف التعادل. فرصة للتقدم الآن من جديد. الله، هدف يعزز التقدم في الدقائق الأخيرة. الآن يمكن أن يتنفس الصعداء. هدف الاطمئنان، هدف اقتراب تحقيق الانتصار. والآن النتيجة أصبحت 4-2. ماكتوميني، جرانت هانلي. حكمت المباراة تعلن عن دقيقتين كوقت بدل ضايع. ماجين، روبرتسون، فيرجسون. شوف التمريرة، شوف تدخل وإبعاد لهذه الكرة. هذه هي صافرة نهاية المباراة، وفشل الفريق الضيف في تحقيق أي نتيجة إيجابية. خسارة بفارق هدفين كانت مستحقة. الفريق لم يجد نفسه. أيضا أخطاء في الخط الخلفي كانت مكلفة. وفي النهاية على الفريق أن يتدارك أخطاء جيدا وأن يعرف كيف يتعامل معها مستقبلا. ما قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة. ظهر بشكل جيد، كان واضح أيضا عزمه من البداية على صناعة الفارق.
نجح في تسجيل هدفين وساهم أيضا في فوز الفريق.